احنا اتفقنا ان دلوقتي اكتر حاجة عاملة مشكلة للشباب كلها هي موضوع التشتت، وشرحنا اساسيات وان انت اهم حاجة يكون عندك هدف. فده في الفيديو الاول لازم تروح تشوفه لو انت ما شفتوش. طيب احنا اتفقنا اول حاجة سريعا كده ان انت لازم تكون مسلم قوي. لازم يكون عندك اساسيات الصلاة، بر الوالدين، الحاجات دي كلها، ما تكونش تمشي ورا التيار وخلاص. طيب حاجة من الحاجات التانية اللي مهمة عايز اتكلم عليها بصراحة، هي موضوع الانبوتس او اي حاجة انت بتخش لك او انت بتعدي عليها عامة. الموضوع ده كبير، مش حاجة صغيرة، وما اقدرش الخصه لك في حاجة واحدة. بس ممكن نبدأ بأول حاجة او اكتر حاجة تقريبا بتبقى معرض لها، وهي السوشيال ميديا اللي هي دلوقتي بقت بتأثر على ناس كتير جدا. أم، هبدأ ادي لك مثال قصة حصلت معايا. انا من زمان بحب شوية جو الميتال، وكنت بحب الاغاني الميتال والكلام ده كله. الحمد لله الواحد برضه بيجاهد نفسه ان هو يعني يبطل الكلام ده كله. بس يعني كنت عادي، عاجبني الموضوع عادي. المهم ان انا كان عندي اللي هو يعني كنت مهيئ ان انا احب الكالتشر اوفرول. ف دخلت شفت بدات تطلع لي على السوشيال ميديا ريلز لمسلسل بتاع بايكرز. آه، انا قبل المسلسل ده كنت عادي، حد مش يعني ملوش في موضوع البايكس ده قوي، كهارليز يعني وكده. ودي مش حاجه حرام، يعني اكيد طبعا الناس كلها البايكس دي حاجه كويسه، وانا بحب ان انا بايكس وهفضل احب البايكس عادي. بس بتكلم في حته ان انا قبل ده ما كنتش اعرف اصلا يعني ايه بايكس، وما كنتش مهتم بهارلي والكلام ده كله. لما بدات اتفرج على المسلسل بقى خلاص انا حابب بقى، مش مجرد حابب البايك او حابب الهارلي بس، لا انا حابب الكالتشر اوفرول بتاعت الام سيز وهم كلوبز مع بعض وفايتس ومش عارف ايه، واهم حاجه الكلوب دي حاجات لذيذه كده كده، وبقولك مش فيه حرام، بس طبعا المسلسل فيه حاجات كتير حرام وحاجات مش لذيذه وحاجات. بس خلاص يعني ربنا يتوب علينا. ايه اللي قصدي بيه ان انا بعد المسلسل ده ما خرجت، انا خلاص متعلق جدا بالبايك، عايز اجيب بايك. مش بقولك ده مثال وحش قوي، على قد ماشي ما كان فيه زي ما قلت المسلسلات في حاجات مش ألذ حاجه. بس الفكره كلها ان ازاي تفكيري اتغير وبقى عندي هدف من الاهداف الاساسيه اللي انا نفسي فيها، ان انا اجيب بايك او اجيب هارلي. فزي ما بقول لك كده، الموضوع السوشيال ميديا هو اتصمم عشان يسحلك، اتصمم عشان يعرف انت بتحب ايه ويخليك تروح معاه. هي الالجوريثمز بتمشي بالطريقه دي كلها. فلو انت ما ينفعش تقلل خالص من موضوع السوشيال ميديا ده، وان هي عادي اعمل فولو لاي حد، اعمل فولو لاي حاجه. ركز قوي انت عامل فولو لمين. كده كده متفقين اصلا المودلز والبنات مش عارف ايه والكلام ده كله ده لا، يعني كل ده اصلا ده كده كده حاجه مرفوضه مبدئيا، ما هنتكلمش دلوقتي على ده خالص. هنتكلم دلوقتي على الناس اللي تفكيرها غلط، الناس اللي رسمه لك الحياه كلها انا جامد، وانا اهم حاجه اعمل مليارات والعربيات وتبقى معايا. كويس ان انت يكون عندك فلوس، بس عارف انت هتتسأل على كل قرش بيخش جيبك. فلازم تركز ان انت بتتفرج على مين. آه... ناس مثلا زي ما قلت لك بالسوشيال ميديا كلها، مثلا رابرز وناس كلهم معاهم فلوس وعايشين معرفش ازاي وعيشة عاملة ازاي والكلام ده كله. ده هيخليك كاره العيشة اللي انت فيها مبدئيا. تاني حاجة، بتبص على هدف غلط. ما هو انت اوريدي كل اللي حواليك هو ناس عايزة تبقى جامدة ومعاها عربيات ومعاها بنات ومش، انت كده بتبص على الهدف الغلط. فده هيشتتك بشكل انت مش متخيله، وهيخليك اصلا تبعد عن اهدافك اللي انت عايزها و... وهيخليك مشتت تماما. فخلي بالك من السوشيال ميديا ان هي بجد سلاح. يعني انا في بداية التزامي شوية كنت السوشيال ميديا كانت زقتني زقة كويسة بصراحة، وعرفتني على الناس والكلام ده كله، فدي حاجة كويسة. بس زي ما بقولك كده، انت لو سبت نفسك لأي حاجة هتسحلك. لو سبت نفسك لدين، ودين كويس مش دين اي كلام ولا حد بيقول حاجة وخلاص برضو، فاهم؟ فركز في موضوع السوشيال ميديا ده، ركز في الفولوينج ليست بتاعتك. شوف شوف انت عامل فولو لمين بالظبط. حاول تخليها الناس كلها بنفس المايند سيت، مش لازم زي ما قلت لك، مش هقول لك بقى مثلا مسلمين بس او حاجه، انا في ناس غير مسلمين كتير بنستفاد منهم، سواء بقى في مجالات الجيم، سواء في مجالات اي مجالات تتعلم منها لايف ستايل اي حاجه. في ناس كويسين، بس انا بتكلم عن الناس اللي بتبروموت لايف ستايل، اي كلام، بتبروموت لايف ستايل معتمد بس على الفلوس والثروه، ويكون معايا وحواليا وعربيات. انت هتتسحل في الاخر. انت اهم حاجه تكون مبسوط فعلا باللي معاك، ده الهدف الرئيسي. فبوينت السوشيال ميديا دي مهمه جدا جدا جدا.
نفس الكلام بقى مثلا في المزيكا، في اي حاجه انت طول ما انت عمال بتدخل نفسك انبوتس، اهداف وهميه واهداف ناس بتضحك عليها، وده مش اللي انت عايزه. ما احنا خلينا متفقين، انت لو انت اللي عايز تبقى المسلم القوي ده في دماغك وعايز تخش الجنه، فلازم تبقى عارف ان انت هتتخلى عن حاجات كتير. مش معنى ان انت تعيش حزين، لا، انت لو اصلا الخلايا اللي حواليك كلها ناس متدينه وناس عايشه كويس وناس الاهداف بتاعتها اهداف كويسه، انت هتلاقي نفسك اصلا طول ما انت ماشي في هدفك انت ببروجرس، فانت فرحان بده. لكن طول ما انت تتفرج على ناس هدفهم الوحيد ان هم بس يرسموا عليك احنا جامدين واحنا مش عارف ايه وانا مني كذا ومش مني كذا، انت عارف ان دي دايما يقول لك اكتر حد بيتكلم هو ما بيعملش حاجه. فهي فرحتي هو انت بتسمع رابر عمال بيقول انا مفيش مني وانا الجامد ده، او مغني او ايا كان، هتسحل نفسك في حاجات ملهاش لازمه. نفس الكلام تسمع مثلا اغاني حزينه، اغاني حزينه وانا تعبان ومش عارف ايه، ما هتنزل لتحت، ما ده معروف، فاهم؟ فركز اوي انت تتفرج على ايه. أم... السوشيال ميديا بتاعتك هو فعلا سلاح، يا اما هيوديك في حته جامده قوي وهيشجعك على الجولز بتاعتك، طبعا لو انت مش بتوفر كونسيوم الموضوع يعني، هيشجعك على الجولز بتاعتك جدا. هيخليك ف- في مجالك عامه ناجح، خصوصا لو انت استخدمتها بقى ككونتنت عامه، كاي حاجه انت اللي بتبوست يعني الكونتنت. بس لو انت بتكونسيوم كونتنت صح فعلا انت هتروح في حته تانية. طيب في ايه تاني من الانبوتس؟ عندك مثلا المسلسلات. المسلسلات برضو بيرسم لك قصة وهمية، يرسم لك قصص حب، حاجات خيالية مش هتحصل أصلا بيرسمها لك. بيرسم لك حياة خارجين عن القانون وامسيز وجانجسترز ومش عارف ايه، مع ان الدنيا مش كده اصلا والناس دي مش كويسة. فهيرسم لك حاجة يخليك تنورماليز حاجات زي بقى ال الشذوذ والكلام ده كله. بقى في ناس بتتقبله دلوقتي، احنا مالناش دعوة، ده عادي. ما هو انا، طب ما هو انت لو تقبلت كده، ما هو ده بسبب ايه؟ ما انت ما كنتش كده في الاول. انت ركزت تلاقي ايه دلوقتي؟ كل مسلسل دلوقتي بقى لازم يكون فيه شخصيه جاي عادي، الناس كلها متقبلاها، الناس كلها لذيذه معاها، مش عارف ايه. فانت بتنورمايز ده. نفس الكلام في كل حاجه، بتشوف خمره كتير، بتشوف مخدرات كتير، بتشوف سجاير كتير، اي حاجه من الحاجات دي هتبدا تشوفها في المسلسل، هتتسحل فيها، هتنورمايز الموضوع ده. فالمسلسلات والافلام خطر جدا في الحته دي بصراحه. مش هقدر اقولك اتفرج على المسلسل ده او الفيلم ده، لان ماشي فيه كل فين وفين ممكن في مسلسل هادف او حاجه، بس انت عارف يعني، يعني انت عارف. يعني زي ما ربنا بيقول بل الانسان على نفسه بصيره، ولو القى معاذيره هتفضل تقول لا اصل المسلسل ده ممكن يكون فيه كذا بس انا هسكيب مش عارف ايه. انت عارف المسلسل ده الفكره بتاعته كلها غلط. فبلاش تسحل نفسك اصلا في القصه دي. اتفرج على دوكيومنتريز، تشوف مثلا الدنيا حلوه ازاي، الدنيا جميله ازاي، جبال وانهار والكلام ده كله، او حيوانات لو عايز ترفه عن نفسك شويه. اتفرج على حد بيكون بيقدم كونتنت ترفيهي كويس. انا ما عنديش ترشيحات معينه، بس زي ما قلت لك انت اضرب نفسك، انت عارف ايه اللي هيسحلك، انت عارف ايه اللي ممكن تتفرج على ده يوديك فين. فطالما انت عارف ده، يبقى حاول تقفل على نفسك بالافلام والمسلسلات ده خالص، عشان هو مش لذيذ بصراحه. انا عارف انت كده كده ممكن برضو اي حد يضعف وممكن ايه يتفرج على مسلسل او يشد مسلسل فيبقى عايز يتفرج فيتسحل فيه. اصلا ما تقنعش انت تتفرج على حلقه او حلقتين من مسلسل وتسيبه، هو اتعمل عشان تخلصه كله. كمان دلوقتي المسلسلات كلها بقت اصلا صغيره، كلها بقت مثلا 6 8 حلقات 10 حلقات، حلقه ساعه، تلاقي نفسك اصلا ضيعت يوم كامل تتفرج على مسلسل بس. طب ليه؟ طب ما انت هتتسأل اصلا عن الكلام ده. فالمسلسلات برضو حاجه مهمه ركز فيها. حاجه من الانبوتس كمان اكيد التلفزيون برضو، عشان التلفزيون بصراحه بعتبر ان 90% من الحاجات اللي عليها و80% مش كويسه برضو. لان برضو هو بيقول لك اعمل كذا، مش انت اللي بتختار، انت هو بيجبرك، انت بيجبرك على راي معين وحاجه معينه. فانا بصراحه برضو ما بفضلوش قوي، بس اكيد في برامج كويسه بتيجي يعني. آم، حاجه من الحاجات المهمه جدا برضو الصحاب بصراحه يعني. بص دي حاجه من الانبوتس الرهيبه. ودايما بيقول لك كده، شوف كل اتنين تلاته رابعهم شبههم. فهو الموضوع كده. انا عارف الموضوع يعني صعب، موضوع صعب جدا انك عندك صحاب وبتنزل معاهم ومش عارف ايه، بس لما تفوق فعلا تعرف الناس دي مش كويسه، الناس دي ذوقك الحرام، الناس دي لما انت تيجي تعمل حاجه كويسه مش هيشجعوك، لازم تبعد عنهم. مش اوبشن يعني، قعدتك لوحدك بجد هتبقى احسن بجد. مش هقولك برضو تفصيل بالظبط صح ممكن يعمل ازاي، برضو احنا كلنا بنجاهد نفسنا، بس اهم حاجه يكون هو فعلا شخص كويس وعارف الحرام من الحلال، ولما انت تكون هتعمل حاجه حرام هو هيوقفك، ولما هو يعمل حاجه حرام يعرف انت هتوقفه. فبرضه الصحاب بوينت مهمه جدا بصراحه، وعليها طبعا احاديث وايات قران والكلام. موضوع الناس بجد مش مدياله يعني اهميه خالص، مع انه بجد لا، انت لو اتحطيت في بيئه مش كويسه، لو
صحابك بيشربوا سجاير هتشرب سجاير، صحابك بيشربوا مخدرات هتشرب. ماشي، ممكن تقول لي اكسبشن كل فين بس هتقع. اقول لك حاجه، على الاقل حاجه خالص انت بتنورماليز الموضوع، بالنسبه لك عادي، ايه المشكله يعني ما اشرب ولا اعمل، فاهم؟ فالصحاب لو كويسين بجد هيشجعوك فعلا وهيودوك فعلا في حته كويسه، ولو وحشين فعلا هيرموك تحت. فعشان خاطري ركز في اختيار صحابك. دي بوينت تانية. طبعا الموضوع بصراحه عشوائي ومش كاتب ومش اي حاجه، بس انا في بوينتس عامه معايا، فهفضل كده كده بسيرش على موضوع التشتت ده واعرف اكتر ازاي ممكن نحله اكتر. وانتوا برضو فيدوني لو حد عنده تجربه ان هو مثلا بقى احسن، بقى حاجه زي كده، فيدوني. بس فده كان الجزء التاني من حل التشتت وبناء ايه مسلم قوي ومؤمن قوي. اشوفكم في فيديو تاني قريب. يلا، السلام عليكم.